السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في القناة. اليوم ان شاء الله راح نحضروا مع بعض الحريرة. المقادير اللي نحتاجها لهذه الوصفة هي طراف دجاج، حبة بصل، حبة طماطم، 2 مغارف طماطم صبرة، 2 مغارف اكل شحم دايب، نصف ربطة قزبر، ملعقة اكل ملح، عود قرفة، ورقة الرند، 3 حبات جزر، زعفران، راس حانوت اللي يتكون من فلفل ابيض او اسود، قرفة، كمون، سكينجبير، قزبر، بسباس، كركم، كبابة صيني. نخلطهم كاع مع بعض وناخد منهم ملعقة اكل. بالنسبة للدرسة عندنا نصف ملعقة قهوة قرفة، ملعقة اكل كروية، نصف ملعقة قهوة راس حانوت، 4 فصوص ثوم، معدنوس وقزبر. طريقة نبدأ على بركة الله. اولا نغسلو التشيشة، نغسلوها مرتين اللي هي 2 مغارف تاع تسقية. نغسلوها المرة الاولى نصفوها ونزيدو نغسلوها المرة الثانية ونخلوها في الماء نتاعها حتى نرميوها. ناخد طنجرة الضغط نضع فيها كل المقادير ونضيفو لهم كاس ماء. نخلي المقادير هذه تتقلى مليح ثم نسقي بماء سخون ونغلق الطنجرة. بعد ما يطيب الدجاج والخضرة نصفي، ناخد قدر نرجع فيه المرق اللي صفيناه، نرحي الخضرة ونضيفوها للمرق ثم نضيف الماء الكافي. بعدها نرمي التشيشة. ملاحظة لما نرمي التشيشة نضيف معها ملعقة اكل ملح وملعقة اكل طماطم مصبرة بعد ما نحلوها في شوية تاع ماء. لما نضيفو التشيشة ما نساوش اننا نحركو القدر كل مرة. لما تطيب التشيشة نضيفو لها الدرسة بعد ما نميكسوها مع كاس ماء، نخليها 5 دقائق ونطفي. هذه هي الحريرة اللي حضرناها، حريرة سريعة بطريقة سهلة وبسيطة. نتمنى انكم تستفادوا من الفيديو والوصفة، وفي الاخير نقول لكم رمضان كريم، مع السلامة في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.